بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أتم التسليم. الشعب السوداني الممكون صابر راقد العنابر والجواز أهنئكم بالأزمة 68 منذ الاستقلال المجيد. تأتي هذه المناسبة والسودان يعيش أسوأ أزمة في تاريخه وما لاقي له بخاخ، وشعبه يعاني يواجه ظروفا استثنائية. وقد قال الروب: لقد دخلت الحرب المدمرة شهرها التاسع وما في زول قادر يطلعها، حيث تمكنت قوات الدعم السريع الباطنة من تحقيق انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية كبيرة وواسعة كانت دليلا على كفاءتها الإجرامية العالية، وبيانا عمليا على التزامها بالقضاء على هذا الشعب عاجلا. وعاهدت إلى الشعب أن تنتهي هذه الحرب إلى صالح أي طرف غير المواطن قريبا، وبناء دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز، يعني حنبين لكم كلكم بالتساوي. الشعب السوداني العظيم، إن قوات الدعم السريع الباطلة مصممة وقادرة على ملاحقة المواطنين الفارين والنازحين الذين أنهكهم شاي اللبن، والذين يدقون أقرب الأبواب بحثا عن الأمن إن وجد أينما وجد في هذه البلاد. لقد أنتجت هذه الحرب أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبرى، وطرحت العديد من التساؤلات، أبرزها سؤال السيدة الوالدة: إذا كان سيتبرز عناصر قوات الدعم السريع الذين دخلوا منزلنا القابع في منطقة الصحافة بولاية الخرطوم، وإذا تبرزوا هامشنانا يا أخواني؟ قالتها والدم يفر من عينيها. وبعد كل هذا فإن السؤال الذي يدور في أذهان المواطنين هو: أين نتجه من هنا؟ يعني نمشي مصر، ولا لقيتوا زول الفيزا، ولا حنمشي بالكبكرب؟ ولا تزال النخب السياسية بس لا تزال، وما زال الجيش بقيادة مورينيو، ما مورينيو أي حاجة، يحقق في أحداث مدينة ود مدني لمعرفة من الذي حقق مقولة الفيلسوف ربيع طه: انتوا زوغوا وأنا بزوغ براي. وعليه وعلى الجابوه على أبوال، واليوم اللي عرفنا فيه